ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى مسبات حال جزاء رب سبحانه وتعالى كذا تأكيبهم من تايم يذكرون الله وصلاتهم يتلون كتاب الله أنت قرآن قروي ويتدارسونه فيما بينهم أممهم أنت مدارسة مبرمون أنت كو علم وصدق القرآن كاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم زين حمد أجيره انتهى لما النبي عليه الصلاة والسلام يتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة كل سنة من تعب الدنيا زيد ساعات في برا عند حمد الكاية مثلا من تاي جزات سبوع جزات جزء من تاي سبوع ماكينات جزء من تاي تمهار من تاي كل اللي حمد حتى كاين تاي بلك سعادة من انتخابك سعادة يصير تاي سعادة خلكبي لسعير والسعادة كل السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى. خون عينك لحد أقولك كم طاعنا يا رب سبحانه وتعالى، كم إعزازنا يا رب سبحانه وتعالى، سعادة أيرك من الإنسان. ولذلك ذاك الشاعر تايب يقول: ولم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ولكن التقي هو السعيد، يعني جنزل الكاب الدنيا أقف حكام حاز كل زي كنت سعادة صحيح. نسو انتايو يعني نسو نسعادة نخمس على الكالكة ربما هو يوفر لك الشيء المحسوس ماديات نسأل كاي جنزل، لكن سعادة أنا يلبي هاي نسأل. ولذلك كم تتفلتوا وصفاتكم زعت تنبوه تقولون يعني أخبارنا عالم ترئيو حبيتي مدراء شركاتنا عالم تحانيق وموت. إيش مشكلتك؟ أنت إيش يقدر كان الحرد الكاية ما وجد السعادة في قلبه. ناتا حلافي ناتا والناس نبرة كورو مسخسرة خفتا شركاتهم كبرت سليم. طيب مش مليارات أنا بانك جنزب مش على كاس كل من تايدا متعش مبانك لا، لأنه ما وجد السعادة في قلبه. وإذا رأيت إلى العبد المسلم المؤمن فإنه يعيش بشيء قليل في هذه الدنيا ويكون سعيدا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام تايلو: من أصبح معافا في جسده حدث أكلنا تعنان حدا ربه بوحده معافا في جسده آمنا في سره أبجزوها أمان زلوا ونبران حرانه يعني دفعنا قال يقولوا بسلام أبجزين فرار له قوت يومه نحنت معلتي تبلع علاته نحنت معلتي تبلع مقبلاته. إذن سبزي لما النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قوت يوم حجن حذاريها بيوتنا يا أخوان ما شاء الله ممكن نورح كامل دبلة ألا نعمل، وهذا فضل من الله ومنه. نورح كلنا نتاي نقبر هامناتنا نتاي يا أخي بعد 6 شهور تقبر يا أخي مستقبلنا تاي أمن كون الله نتاي بركن الله يعني شجر نفسنا بعدنا رب سبحانه وتعالى سعادة يقولنا كله تاي نقبر ما المستقبل هم نقبر بون شجر بون حمل. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم سميته النبي عليه الصلاة والسلام تايل عائشة إلى ما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم
يوقد النار الشهر والشهران حوسي أي أوقد النيرو أبجز عند النبي عليه الصلاة والسلام شهر شهرين كساب زأكل حول بها أوقد النير فقيل لها يا أماه لما ماذا كنتم تأكلون تلا متبرعون لكم الشهر والشهران لا يوقدنا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها وأرضاها الأسودان يعني الأسودان إيش التمر والماء طيب والعني رب ذا تمر برع ما يستطيع وإذا رأيت يا أخوان من أسعد بشر في هذه الأرض على وجه البسيطة كلها لن تجد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما النبي عليه الصلاة والسلام سعادة زلوه كتركب طغلان لا أيتخلق بماذا سعد النبي صلى الله عليه وسلم انتهي سعادة هو النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان أعبد لله سبحانه أعبد لله سبحانه وتعالى اتطاعا رب سبحانه وتعالى اتفلتنا رب سبحانه وتعالى جعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أسعد بشر في هذه الأرض أتت امرأة إلى النبي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيتي نابجزانا النبي عليه الصلاة والسلام ومعها بنتان كانت تقعد حجاج المسجد فوجدت أمنا عائشة رضي الله عنها سبيته النبي عليه الصلاة والسلام وخيباته لم ينافع لما يتانس يعني تريد ما تأكل فدخلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيتها ما وجدت شيئا تعطيها تهبان قلسينات اللفظ تخيلوا بيت النبوة يا سلام يا الله سبحان الله بيت النبوة لا يوجد فيه أكل لبلا عيب ومع ذلك إذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام كان قرير العيب سعادة زي ما سعادة نظرية فمشتاقت يا جزاء تدلي انتهي رخيبة وجدت 3 تمرات 3 تمرات راح سبحان الله وسي أخي دايما أنت سبيت بجك زين يبلنا حانت تمري نتاع سبيتي هباتا تنكلت تمرين تنقلعت هباتا سبيتي تنقلعت تميين سبيت نبرا بلع بلنا عن تمرين ثم نظروا إلى إيش إلى أمي ولحي لمنا بدهم تمين بدي أنت الجوع أخوة سبحان الله مجتمع عجيب راضي بالله سبحانه وتعالى وهو جوعان وهو فقير لحراي تاسبيت لك كاس لزمان أنا أشتو رحمة الأب سبحان الله لهذه المناسبة يا أخوان الأب رحمة الأب لأبنائه لا يعادله شيء ولذلك ربنا جل وعلا أمر الأولاد بطاعته بل قرن الله سبحانه وتعالى طاعة الوالدين بتوحيده سبحانه الولد خات إزاز مقبار رب سبحانه وتعالى مست توحيد ناتو التحيز لا يوجد أي ركبني ولا حنتي تأزازنا يا رب سبحانه وتعالى مست توحيد ناتو زي التحيز كم من تاي كم بر الوالدين الأب يعني أبونا الدنس نبدأكم كساب كندئم تنتاش مناتو بركة كلبناتو متحامي ومسوط حمي تبخي مسوط بكي اندحر دا أسحيق ومسوط السحيق تريد سعادته سبحان الله نتقلع فهل تكون أنت جاهل كم زمس قبل الكاد حروز خلص نسخاته حدوده الله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف كلمة صغيرة أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كن ذليل أمام أبويك أبوخان أدخان كبرياء تمرتناتك سلطاناتك مالو مكان
تكون متعلم، تكون رئيس، تكون أيا كنت أمام والديك، اخفض لهما جناح من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله جل وعلا يقول في القرآن: حملته أمه وهنا على وهن. كان دي تركب سبيتي يودا كتحازلو يودا كفدا تسكيمات تخن دي عين تشجر تري سخول الذي يتوجب عليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى فيهما. نعاته من رب سبحانه وتعالى كتبا كتأززوا من الباب. إذا سبيتي ذات من تاجرات أكل أنت مغلى بلا تافر كانت تقول عهبتها تافر تخاليت المان تخاليته. فتعجبت أمنا عائشة رضي الله عنها قريموا ترح ما ناتاس حساب كدينا ولا لا قريموا ولا عجب سبحان الله. إنما هو قلب الابن هو القاسي على أبويه. ولادي شكانا ولد بر ولدنا ولاده رقيق قلبه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام سمعته أخبرته بالخبر. كم زين لا سبيت المسيح من كم زين جيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام نجيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو فعلت ذلك؟ كم زين جيرا ذا سبيتي لما النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: بلى يا رسول الله. ليس كم زين سبلك هذا اللفظ جيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوجب لها الجنة بفعلها ذلك. رب سبحانه وتعالى بزت أكبر جنان خد أتو واجب كيرو أبلعيا إلهم